لو هي عندها صاحباتها وطلبت منك لو سمحتي حليم معلش ممكن تعمل لنا شاي انا واصحابي، ما انا بعمل عبيط، مش هتفكر تطلب. بتخاف منك احترام. يعني انت كده ما بتحترمهاش لما تطلب منها انها تجيب لك حاجه تشربها انت واصحابك؟ مش هطلب منها، لا الحاجه تبقى جاهزه قبل ما حد يجي. اللي يضايقك ان انت تقدم لها شاي هي واصحابها؟ انا ابقى موجود ليه؟ قول لي كذا كذا، لا كذا لا. كذا، تتضايق؟ ما اتضايقش يا الله. لا انا ممكن اكون كنت كده في فتره من حياتي وبعد كده لا، دلوقتي انا لا اتهرب من المسؤوليه ولا بلتوي. الولد بيبقى عامل بيبي، بروح بجيب كل الادوات، بجيب البامبر وبجيب الكيس اللي هحط فيه البامبر اللي مش نظيف والمناديل المبلوله. انا بحس ان دي حاجه عاديه. ايه مش كل الرجاله بيعملوا كده ولا يقدروا. اللي مضايقني ان ما ينفعش بتاع 4-5 بنات يبقوا قاعدين وراجل يخش عليهم بصينيه الشاي. اوبا. انت ترضاه؟ مش عارف، انا بحس ان انا فوق بطل لما طاقتك. بعمل كده بصراحه. انا شايف ان الرجوله ان هو يعمل اي حاجه الست تقدر تعملها او مضطره تعملها في البيت، ولو ظروفه تسمح ان هو يعمل كده اكتر يعمل كده اكتر، كغسل المواعين مثلا او التنظيف او انت بالنسبه لك عادي؟ جدا. طب سلام انا بقى. انت انا بتساعد؟ قاعد لوحدي بكوي وبغسل وبطبخ، فانا مع المشاركه جدا، بس يعني مش طول الوقت عشان ما تاخدش عليها. نعم قول تاني كده. عشان ده مش طبيعي ايه اللي مش طبيعي؟ ان انا اشارك في كل حاجه. هستثني ده في حاله لو في حاله مرضيه. يا نهار اسود ومنيل. يا رب صبرني. دي فكره ذكوريه جدا. فكره ذوقيه جدا. بس مش معنى كده ان انا مطلوب مني ان انا اساعد كل يوم، صح؟ وهي عادي انها تقعد بتتنضف لك كل يوم، عشان انا عندي شغل وعندي مسؤوليات. وهي يعني ايه قاعده مقطوعه من شجره؟ هو من الذوق ان هي تخدم عليك انت. انا ما قلتش وأصحابك. تخدم، انا قلت الحاجه تكون وإنت؟ جاهزه قبل ما يجوا. هي اللي تعملها. امال انا اللي اعملها كمان، انا اللي هبقى بطبخ. لو انت قاعد في قاعده كبيره ومراتك مثلا علقت على تصرف او كلمه انت قلتها بشكل انت مش راضي عنه قوي، رد فعلك بيبقى عامل ازاي؟ هي نظره واحده، هي نظره. ازاي النظره دي؟ مثلها لي. مش انت ممثل؟ قلت لك مثلا ايه البنطلون اللي انت كده. لابسه ده؟ اوبا خفت انا كده. شفت علاقات كلها خوف، الراجل بيخاف من مراته، الحكومه بتتصل ليه بقى؟ أكيد. ليه؟ إيه مش مراته هينفع مثلاً؟ اخرج، لازم اخرج معاهم، مع الجماعه، مع الحكومه، مع البيت، مع المدام. صح ما انت قلتش معايا حاجة. ان المرأة قوية جدا طبعا. وعندها سلطة اكتر بكتير جدا واكبر. حساني ان انا قليل ولا حاجة؟ لا خالص، ولا اقدر العفو، اقول أبداً. الكنبة دي خليها هنا مثلا. ليه موضوع ان انا مش هخرج النهارده عشان مراتي وما اشوفوش شهرين 3، فانا بتخض من الموضوع ده. ايه ده، انا بتكلم على مراتي كل ده؟ انا ببقى سعيد جدا في اللحظات دي. في نوع كده من الرجاله هتلاقيه مش مسالم على قد ما هو وصل للحقيقه. انا ما بعممش، انا بشوف ان في رجاله كتير كويسين، ما هم بيساعدوا ستاتهم. ما شاورتش عليا مع ان زي انا الفل. اللي ايه. ما انت ما احنا قلنا ده، انا بقول لك حتى لو في حاجات حلوه، الناس دايما بتتكلم عن مشاكل بينه وبين مراته. خايفين من الحسد او حاجه. طب في إيش مثل رأيك؟ بيقول لك الشكوى رقوه يا اخويا. احنا بنستحمل حاجات كتير. زي ايه مثلا؟ نسبه الذكاء. عقلهم صغير قوي. ايه؟ مين قال لك كده؟ لا نسبه الذكاء ايه؟ يعني اما تيجي تبقى قاعده مثلا في حاجه ويقولوا رايهم، يا ريتك ما اتكلمت، اسكتي احسن. احنا فاهمين ان الست بتخطط اكتر طبعا. بجد؟ بجد بتفكروا في حاجات ما حصلتش، زي إيه؟ ممكن تحصل، وبتقعدوا تعملوا سيناريو. هم عاطفيين زياده عن اللزوم من غير اي عنصريه. انت ما قلتش حاجه مش عنصريه يا اخي. انما احنا كرجاله ممكن ناخد الموضوع بجد. يا اخي ده خلاص الرجاله خلاص. بيطلعوا يكسروا محلات لما فريق الكوره بتاعهم بيخسر. عصبيه عادي. انا بشجع النادي بتاعي بقلب قوي، فلما بيكسب بروح اقفل شوارع المهندسين. ايوه يا يا الله. واقول مبروك للزمالك. اي حاجه يا حليم والله العظيم. يعني لو جزيري فلوس مع ست البيت ممكن تفرتكها كلها في حاجات مش لا مش ده ضروريه. بيكون ميزانيه البيت تقعد أوكي. في ايد الست ولا الراجل؟ الستات مدبرين يا اخي. انا ماما الله يرحمها ومراتي دلوقتي اي فلوس بتجيلي كلها اتفضلي بجد؟ فين مصروفي؟ وات اف انت بقى اللي مسكت الفلوس دي في ايدك؟ باي باي، مش هنكمل يوم باي التلات. باي حبيبي. باي والله باي. بجد. تنزل تنقي كيلو الطماطم بدل ما هو ب5 جنيه بتجيبه ب3. انت ما عندكش خلق. انت الراجل دي حقيقة. بياع هيقول لك ب6 هتشتريها ب6. دي حقيقة. يا ده فظيع في حبيبي الموضوع ايده ده. مخرومه يا عيني. بتحب مراتك تسالك عن الاكل؟ انت بتحب الاكل؟ انا جدا. تعرف تطبخ؟ يا لهوي، انا محشي بتنجاني ومسقعتي يتكلموا عنها. يعني انت مثلا بتعمل كده زي لفه كده دوريه على المطبخ وتشوف الاكل اللي ناقص وتنزل تشتري مراتي كده؟ ما تعرفش التلاجة فيها ايه وما فيهاش ايه، لان انا بحب اطبخ اكتر منها، هي طبخها احلى طبعا. احسن. ساعات بتقوم مثلا كده يبقى ليك مش- المزاج تقول لها يا امل انا النهارده هطبخ لك. لا، بطبخ الاكل اللي انا ممكن اكله لنفسي. يا نهار ازرق. مش
اكتر حاجه بحب اعبر بيها عن حبي بجد الاكل بدون اي هزار. يعني هي بتحب اكله معينه بحب اعملها لها جدا. ان حد يقدم للحد اللي هو بيحبه اكل بقمه الرومانسيه. شكرا يا الله اللي ماما. يديك أنا طبق متشكر. محشي كده مقور بالبتنجان. ده انا لسه عامله محشي بصل، ده طلع اختراع الله يا لا بصراحة. ده جميل جدا، جميل جدا ومسكر. احنا ممكن لا، نبريك ممكن عشان ناكل. الراجل دايما بيحب الست شابه ممشوقه. هل انت بقى مستعد انك تصرف على الكلام ده؟ طب هسألك سؤال، انا لو ما صرفتش مش هبص بره؟ انا يا اخويا ما اعرفش. هبص بره، هو خلاص فشولت منه فلازم يبص بره. يعني انا مع الست اللي تهتم بنفسها الله عليك، وتدلع نفسها. حبيتك. يعني لو امل قعدت يوم بحاله في تقعد انا اللي الصالة. بوديها. بجد؟ ما هي الست دي لو ما اهتمتش بنفسها توصل خلاص هتتعقد. هي عايزه تخس، عايزه تبقى في جيم، فده محتاج فلوس. هتجيب الفلوس مش هتبص بره، هبقى زي الفل. ايه ده، انت هتذل الست اللي انت معاها انك بتعمل لها عمليات تجميل؟ هي لما بتخرج شعرها معمول تقعد تعمل كده وبتعمل لي كده، فهي برضو بحس ان هو تقول شعري قصير. ايوه هم بيحسوا ان هم حاجه حلوه. يعني انا رحت عملت، شفت ضوافري عامله ازاي جميله. في دايما اعتقاد عند معظم الرجاله انه الراجل اللي بيعمل ماسكات او اللي بيهتم بشعره فرفور وما اعرفش ايه. ما يفرقش معايا خالص، بس انا بعمل كل الحاجات دي. بجد برافو عليك والله. مكسوف. بس ليه؟ ما هي ايه الناس لما بتكتشف بيبصوا لي بصه كده، انت بتعمل الحاجات دي فعلا؟ وللعلم انا بعمل حمام كريم. برافو عليك. والله حبيته كده. يعني ليه دايما تقولوا على الست ان هي نكديه وانتوا لو عندكم بس شويه ضغط صغيرين جدا في الشغل بتقلبوا الدنيا؟ مش يمكن هو مداري شويه كتير جواه؟ انا مش بشوف فرق بين الراجل والست في انه نكدي او مش نكدي، هي طبيعه شخصيه. انا احيانا ببقى نكدي. اوه، على فكره انت اول راجل يجي البرنامج ده ويعترف ان الرجاله نكديين. اشكرك. فالبنت هتشيل ايه جواها؟ ان هي مش لاقيه الفاونديشن بتاعها، فصابع الروج اللي جايباه مش عارف بكام مش لاقياه فين. لا 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 لا. بس نسبه النكد في الستات اعلى. ليه بقى؟ ما انت لا. تبقى سامن بدنها فهي طبيعي تبقى تنكد عليك. بقت ضعف بقى يا محمود. يا منى. 67% من العائلات في مصر الستات هي المعيله، الستات هي اللي بتصرف على الاسره. الستات هي اللي بتصرف طبعا. بس انت ما ينفعش تسفه من دور الست. انا ما سفهتش ان الراجل بيبقى محمل كتير قوي، فبالتالي يوم ما بينفجر خلاص بينفجر. انما البنت من اول مشكله ممكن تلاقي دلع وعياط وكوميديا بقى ودراما وكله هلق في بعضه. ما عنديش مشكله خالص في ان يبقى في نكد في العلاقه، لان دي زي الشطه كده. لو هتتجوز واحده عندها حيوان اليف وانت مالكش في الحيوانات الاليفه، هتتصرف ازاي ساعتها؟ ما بحبش القطط اولا مبدئيا، بحسهم ليه بيحب القطط؟ يعني لو جالك واحد ما بيحبش القطط هتعملي ايه؟ لا انا بحب قططي اكتر ما بحب اي حد في الدنيا. هو اللي يمشي. هو ايه بقى؟ إيه؟ هو اللي يمشي؟ طبعا. انا مصدوم. انت مصدوم مع نفسك. انا عارف ان انا عارف موضوع. عجبك الفيديو؟ خليك دايما معانا، اعمل لايك ومستنيين كومنتاتك، فعل زرار الجرس واشترك في القناة وتابع كل جديد بنقدمه على صفحتنا على فيسبوك وحساباتنا على انستجرام وتيك توك وتويتر.